على الراديو، راديو دوغما 3.10. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أعزائي وأحبائي مستمعي راديو دوغما، لو أنت 55 يوم بتعمل نفس الحاجة كل يوم، أكيد هتتكون عندك عادة للحاجة دي بتسهل عليك إنك تعملها بعد انتهاء 55 يوم بشكل تلقائي. وهي دي فلسفة التدريب الروحية في الصوم الكبير. نحن لا نسلك بممارسات روحية خاصة في المناسبات الخاصة كالصوم الكبير ثم نعود إلى حياتنا الأولى بعد انتهاء الصوم كثقافة البعض. احنا مش عندنا الصوم فرض لإرضاء الله، فالله لا يهمه نوع الأكل اللي هناكله وهناكله الساعة كام، إلا إذا كان هذا الأمر سيكون حافز وداعم لتغيير إيجابي في حياتنا الروحية الداخلية. لذلك أحبائي يجب امتزاج الصوم عن الطعام الجسدي بشبع بطعام آخر، وهو الطعام الروحي والتدريب الروحي. قد اختبرت الكنيسة هذا الأمر على مر العصور وأثبت نجاحه، والخبرة بتاعت نجاح هذا الأمر نقلها لينا الآباء الأولين في أقوالهم عن الصوم. فمثلا درب نفسك أثناء فترة الصوم على الصلاة بوعي وتركيز، وإنك تقرأ القراءات بفهم وتدبير. بالمناسبة كلمة تدبير، لو أنت بتقرأ الحاجة تبدأ ترسم في مخك خطة هتعملها إزاي. درب نفسك مثلا على الغفران للمسيئين والنظر إليهم كمرضى يستحقوا إنك تزعل عليهم مش تزعل منهم. درب نفسك وحواسك على الطهارة، درب فكرك على الانضباط. حاجات كتير تاني هيساعدك عليها ضبط النفس في الطعام الجسدي. لذلك من دلوقتي خليك عارف ان اللي هنعمله طوال فترة الصوم يجب ان يكون خطوة للأمام لا رجعة فيها بعد انتهائه بعيد القيامة، ومش هنضيع في 50 اللي عملناه في 55. يقول كده معلمنا بولس الرسول في أعمال الرسل 24-16: لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عصرة من نحو الله والناس. مش تخريف كاهن. الصوم الكبير 2025. إلى أن ألقاكم مرة أخرى، دمتم أحبائي في رعاية المسيح وحفظه وعنايته، له كل مجد وإكرام من الآن إلى الأبد، آمين.